وان شاء الله هنملح مع بعض السردين. شايفين ما شاء الله، شايفين ما شاء الله. هنملح مع بعض السردين ويطلع معاكي زبده كده. شايفين ما شاء الله. وهنقول كل التفاصيل لو انت عاوزه تملحي السردين الكبير او الصغير، ونقول ايه الفرق ما بينهم. شايفين ما شاء الله. السردين زبده احسن من الفسيخ كمان. وهنقول على مده التسويه عشان يطلع معاكي بالشكل ده. ولو هتعملي السردين الاكبر او البسارية هنقول على العدد الايام المظبوط في الصيف وفي الشتاء، لان في الشتاء بتفرق عن الصيف، لان الصيف بيبقى الجو حر فما بياخدش معاكي ايام كتير زي الشتاء. شايفين كده ما شاء الله. شايفين ما شاء الله. ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبدا نشوف عملناه ازاي. وهنا اول حاجه جبت الطه تحت الميه كويس، وما تقعديش برضو تتكي عليها كده وتفعصيها عشان ما تتهرش معاكي. ولو لقيتوا واحده معاكي مهريه او حاجه تشيليها. احنا شايفين كده. وحطيتها في المصفى تصفي حوالي نص ساعه. وهنا على صينيه او على رخامه المطبخ او اي حاجه تفرشي مناديل مطبخ، او ممكن لو انت عندك ملايه سرير قديمه او فوطه قديمه تعمليها للحاجات اللي زي دي، تفرشيها كده على الصينيه او على رخامه المطبخ عادي. وتحطي اهم حاجه ان احنا عاوزين السردين ما يبقاش فيه ميه. احنا شايفين كده. هنفرده كده واحده جنب واحده. اهم حاجه ان احنا نفرده كويس عشان ينشف. واهم حاجه ان انت تبقي جايبه السردين صابح. ثواني يا سمسم كده. زي ما احنا شايفين بعد ما وزعنا السردين على الصينيه بالشكل ده، اهم حاجه ان احنا عاوزينه ما يبقاش فيه ميه، لان لو بقى فيه ميه هيبوظ منك زي ما احنا شايفين كده. وقلنا ممكن المناديل تستغنى عنها بان انت لو عندك ملايه قديمه او عندك اي حاجه ممكن تعمليه للاسماك كده اما تيجي تحدقيه المناديل عشان تشرب معانا اي ميه. ونشغل عليه مروحه ونسيبه 3 4 لحد ما ينشف خالص. وممكن انت لو الجو حر او خايفه يبوظ معاكي تحطيه في التلاجة، تفرديه على صينيتين او 3 صغيرين وتحطيه في التلاجة. بس انا هعمله كده واشغل مروحه وينشف معايا على طول ان شاء الله. وهنا كده زي ما احنا شايفين بعد ما سيبنا السردين كده على المروحه عشان ينشف خالص. قلنا اهم حاجه ان احنا نسيبه ينشف خالص ما يبقاش عليه اي ميه. 2 كيلو من السردين، يعني المكونات اللي هحطها هنا ل 2 كيلو من السردين. لو هتعملي كيلو يبقى هتبقى كل حاجه نص الكميه. يعني هنا كوبايه الا معلقتين من الملح الخشن ومعلقتين من الملح الناعم. ممكن تستغنى عن الملح الناعم لو انت مش حابه تضيفيه، بس اهم حاجه ان هو يبقى ملح خشن. معانا ورق لوري ومعلقتين كبار من البابريكا ومعلقتين كبار من الملح ومعلقتين كبار من الكركم ومعلقتين كبار من الشطه، كوبايه من الزيت. يبقى لو كيلو هيبقى كل حاجه النص، هيبقى نص كوبايه، هيبقى نص كوبايه من الزيت. وهنقلب كل المكونات مع بعضها. نحط الملح بسم الله. الزيت هنركنه في جنب مش هنحتاجه دلوقتي. وهنحط الملح الناعم وهنحط الشطه وهنحط الكركم وهنحط البابريكا. وهنقلب كده كل المكونات مع بعضها الاول. وكده بعد ما قلبنا الملح مع بقيه المكونات بقوا جاهزين معانا. هنجيب معانا بوله كده ونحط فيها من السردين بسم الله. وهنا كده خدنا شويه من السردين هنحط عليهم شويه من خليط الملح مع الشطه مع الكركم. هنقلبهم كده كويس. اهم حاجه وانت بتقلبي ما تهريش، تخلي السردينيه كلها متغلفه بالملح ده. معانا هنا برطمان غسلناه وعقمناه، ممكن يبقى برطمان ازاز، برطمان بلاستيك او علبه بلاستيك وتحطي في قلبها بس يكون له غطا محكم. او ممكن تستعملي اكياس لو مش موجود عندك برطمانات خالص، بس تلفيها ب 3 4 اكياس ويكونوا لونهم ابيض. ونرص السردين بالشكل ده بسم الله كده زي ما احنا شايفين. هنرص بالشكل ده. انا مش هحط ملح تحت عشان ما يحدقش معايا زياده عن اللازم، لان هي كل سردينيه متغلفه بالملح بالشطه. لو حطينا تحت هتحدق زياده عن اللازم. احنا لسه هنحط بين كل طبقه وطبقه رشه من الملح. احنا شايفين بعد ما حطينا هنحط رشه خفيفه من الملح. هنرجع نرص بنفس الشكل، بس كل مره بنعكس دماغ السردين زي ما احنا شايفين. وانت لو هتعملي السردين الاكبر شويه او انما لو هتعملي البسارية اللي هي رفيعه خالص ما تقلبيهاش بقى في الملح كده، لان هي بتبقى مش مستحمله، فنقلبتيها تتهرى معاكي. فبتقومي حاطه البسارية وحاطه رقه من خليط الملح والبسارية ورقه من خليط الملح. حطينا تاني رقه نحط رشه بسيطه من الملح. نرجع نرص بنفس الشكل لحد ما نخلص كل اللي معانا في البول. كده بعد ما خلصنا رص السردين اللي كان معانا في البول، نرجع نجيب بقيه السردين ونعمله بنفس الطريقه. وهنا كده بعد ما خلصت السردين بالشكل ده، وبرده حطيت طبقه من الملح على الوش كده خفيف
وهنا حطيت ورق لوري في الحروف كده زي ما احنا شايفين، ورق اللوري للريحه عشان ميبقاش فيه اي ريحه زفاره. وهنحط ورقتين 3 على الوش كده احنا شايفين. وكل الاضافات اللي احنا ضايفينها على الملح مواد حافظه معانا للسردين. وهنا كده بسم الله الرحمن الرحيم هنحط كوبايه من الزيت. وقلنا لو انت عامله كيلو واحد من السردين هتبقى نص كوبايه، لو انت عامله نص كيلو هتبقى ربع كوبايه. كده هنوزع كل الزيت على الوش كده وهو هينزل من السردين كله. ده اللي هيحفظ معانا السردينه معاكي طريه وزبده كده. كده الزيت نزل في البرطمان كله بالشكل ده. معانا هنا كده كيس هنحطه وهنقفل كده كويس. اهم حاجه ان الغطا عندك يكون بيقفل مظبوط. وكده بعد ما قفلنا البرطمان كويس بالغطا، لو عندك استرتش هتعملي الخطوه دي، هتلفي البرطمان بالاسترتش كله كويس عشان ما يدخلوش اي هواء. شايفين لفيناه بالشكل ده، لفيناه كله بالاسترتش كده زي ما احنا شايفين. زي ما قلنا لو مش موجود عندك برطمان ممكن تعملي في اكياس بلاستيك بس، وبعدها ممكن تقفليه باسترتش، يعني 3 اكياس وتقومي قافلاه لفتين بالاسترتش كده. كده ما يخليش اي هواء يدخل للسردين. هيقعد معانا ان شاء الله 5 ايام. يعني النهارده السبت بالليل، انا دلوقتي حق الساعه 12. يوم الجمعه ان شاء الله افتح عليه، هسيبه 5 ايام كاملين وهفتح عليه يوم الجمعه. انما ممكن لو هي السردينه الاكبر تاخد معاكي حوالي 8 ايام 7 ايام على حسب حجم السردين. انما انت لو جايبه البساريه هتاخد معاكي بس في الجو الحر في الصيف، الكلام ده على الصيف. البساريه في الصيف هتاخد معاكي 3 ايام، انما البساريه في الشتاء بتاخد معاكي 5 ايام. والسردين ده في الشتاء ياخد معاكي حوالي 8 ايام، انما الكبير بياخد من 10 ل 12 يوم، وممكن توصل ل 15 يوم لو الجو برد قوي. زي ما احنا شايفين كده بنحطه في ضلفه في المطبخ ونسيبه 5 ايام. يعني احنا كده اول يومين، واليومين التانيين هنقلبه كده، واخر يوم هنرجعه كده زي ما هو زي ما احنا شايفين كده. وهنرجع نشوف مع بعض ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله. وهنا كده معانا السردين بعد ما سيبناه 5 ايام زي ما احنا قايلين، زي ما احنا شايفين. اهم حاجه القفل عليه كويس. بسم الله. شايفين ما شاء الله، شايفين ما شاء الله شكل السردين. ده ورق اللوري اللي احنا حاطينه على وش، زي ما قلنا ممكن تستغنى عنه. شايفين ما شاء الله. وزي ما قلنا انت لو جايباه حجم اكبر هيفضل معاكي مده اطول، ولو جايباه البساريه هتاخد معاكي بس حوالي 3 ايام. ما احنا شايفين ما شاء الله، شايفين ما شاء الله. شايفين ما شاء الله شكلها، والملح مظبوط جدا. شايفين ما شاء الله شكل السردين. وانت عملتيه في البيت، انت اللي جايبه السردين وشايفه شكله، وانت اللي عاملاه، وانت اللي غسلاه كويس، وانت اللي عاملاه. شايفين ما شاء الله شكل السردين معانا بجد احلى من الجاهز كتير طبعا. وطبعا انت لو عامله كميه زياده هتجيبي علبه بلاستيك وتحطي فيها السردين وتحطيه في التلاجة زي ما احنا شايفين كده. انا طبعا معايا بالزياده فهجيب علبه بلاستيك بعد الغدا واعين الباقي فيها في التلاجة. وكده زي ما احنا شايفين ما شاء الله. كده غدا النهارده مع بعض بالسردين اللي احنا محدقينه. انا قطعت معاه خيار وشيبسي، ممكن انتي تحمري بطاطس وهنا معايا بصل دعكاه في السماق بالملح. كده اسهل واسرع غدا بالسردين اللي احنا عاملينه مع بعض. ولو عجبكم وصفتنا النهارده اعملوا لنا متابعه وشير عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.